يلا بينا نبتدي مع بعض. أول درس هنتكلم فيه عن الأسرة، وعشان نتكلم عن الأسرة هنتكلم عن حاجة اسمها مستويات نضوج الأسرة. لما نيجي نتكلم عن الأسرة فالأسرة كائن حي. الأسرة العلاقة ما بين بابا وماما أو العلاقة ما بيني وما بين شريك حياتي كائن حي، والنضوج سمة من سمات الكائن الحي. عشان كده الأسرة ككائن حي بتنضج وممكن تتدهور. يعني ممكن الأسرة اللي أنا عايش فيها دي الأسرة دي تنضج وتكبر، ممكن يحصل لها تدهور. عشان كده احنا ما بنقولش ان في انواع من الأسر، احنا بنقول في مستويات نضوج للأسرة. يعني ايه مستوى نضوج الأسرة؟ مستوى نضوج الأسرة هو مقدار رحلة التغيير اللي الأسرة دي مشيته مع بعض. تعال ناخد فكرة على مستويات نضوج الأسرة. تعالوا كل واحد فينا يشوف هو واقف في أنهي مستوى. سواء أنت عندك بيت، فاتح بيت، عندك أسرة وعندك أولاد، تعال شوف أنت واقف في أنهي مستوى من نضوج الأسرة بتاعك وحابب تطلع بيه لأنهي مستوى. كمان لاحظ أنت طالع من مستوى أسرة كان عامل إزاي. زي ما قلت لك إنه الأسرة اللي أنا عايش فيها أو اللي أنا كنت عايش فيها، أسرة المنشأ، هي اللي بتشكلني وهي اللي بتنطبع جوايا التعاملات اللي أنا بتعامل بيها في الحياة. لما بنيجي نتكلم على مستويات نضوج الأسرة احنا عندنا 3 مستويات أساسيين. أول مستوى بنسميه الأسرة المضطربة. ده أول مستوى، دي لسه في أول السكة، اسمها الأسرة المضطربة. بعد شوية أسرة مشي شوية حبة صغيرين راحت للأسرة اسمها الأسرة المتوازنة، مش المتزنة، المتوازنة. وهنشرح كل واحدة يعني إيه أسرة مضطربة ويعني إيه أسرة متوازنة. لكن في أسرة تانية مشيت سكة أبعد شوية في طريق النضج بتاعها، بذل مجهود مع بعض، بنسميها الأسرة الصحية. تعالوا ناخد فكرة عن كل أسرة أو كل مستوى من الأسرة ديت بيتسم بإيه. طيب، أول أسرة سميناها الأسرة الإيه؟ الأسرة المضطربة. إيه يا عم الأسرة المضطربة دي؟ الأسرة المضطربة دي من اسمها فيها اضطراب. الأسرة دي لسه في أول السكة في النضوج بتاعها، ما مشيتش كتير، لسه على أول الشارع. الأسرة دي بتتسم، أهم ما يميزها إن الأسرة دي بيكون فيها صراع شديد. الناس جوه الأسرة ديت ما بتكونش طايقة بعضها، مش حابة بعضها، والأسرة دي بتصارع بشكل كبير علشان ما يحصلش فيها تفكك. فالأسرة بتتسم فيها بالصراع الشديد، بتتسم إن فيها عنف، كمان الناس جواها مش مبسوطين مع بعض، وهما بيحاولوا بقدر الإمكان يصارعوا إن الأسرة دي ما يحصل لهاش تفكك، وبتطلع في الآخر مرضى نفسيين. في أسرة بعدها مشيت سكة أبعد شوية من الأسرة المضطربة، بنسميها الأسرة المتوازنة، مش المتزنة. يعني إيه متوازنة؟ عارف أنت لما تروح تركب فلوكة في النيل، المركب اللي هي بمجدفين كده، يجي المراكب يعمل إيه؟ يوزع الناس كل واحد في مكان معين عشان خاطر المركب إيه؟ مركب تمشي. في الأسرة ديت، في الأسرة المتوازنة، هي بتخليك تقوم بدور مش دورك. الأفراد جوه الأسرة ديت ما بيكونوش سعداء، لأن كل واحد محطوط في مكان مش دوره، بيعمل دور مش دوره. أكتر حاجة بتميز الأسرة المتوازنة إن الناس مش مبسوطين فيها مع بعض. هي عيشة والسلام، عايشين عشان خاطر نكمل مع بعض. لكن في الآخر الأسرة دي بتطلع أطفال عندهم عرضة أكتر للانحراف وعرضة أكتر للأمراض، وده بيظهر أكتر وقت الضغوط. الأسرة الصحية ديت هي اللي مشيت سكة أو رحلة نضوج، بذل مجهود كبير عشان خاطر يوصلوا للحتة دي. وأهم ما يميز الأسرة الصحية هم إن هم الناس مالها سعداء مع بعض، مبسوطين مع بعض.